السلام عليكم. هل رأيت ماذا فعل رونالدو؟ كريستيانو خرج تماما عن السيطرة، ومع الأسف هذه الحركة المشينة تجاه الجماهير لم تكن الوحيدة في المباراة، وهو فعل لن تمرره بسهولة لجنة الانضباط السعودية لكريستيانو بعدما تقدم نادي الشباب بشكوى ضد هذا الأخير. فما هو عقاب كريستيانو، أم أنه كالعادة سيفلت بجلده من الجلاد؟ وبالفترة الغير بعيدة قام رونالدو بفعل ثاني مشين خلال نفس المباراة بعدما حمل شعار الهلال السعودي، حيث كان رونالدو عصبيا بالرغم من أن المباراة كانت ودية ولم تكن رسمية، والغرض منها كان تسويقيا. حركاته أمام نادي الشباب كانت في إطار دوري روشن السعودي، والذي يعد أكبر مسابقة لكرة القدم الرسمية داخل المملكة السعودية. ووفقا لمصادر صحيفة الشرق الأوسط، فإنه جرى فتح تحقيقات من طرف لجنة الانضباط السعودية، حيث قالت الصحيفة أن اللجنة تحقق في الفيديوهات المنتشرة لرونالدو من المباراة على الإنترنت. كما طلبت اللجنة أيضا إفادة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب تصرفه خلال مباراة النصر والشباب. وبعد 48 ساعة من التحقيق، أفرجت اللجنة عن قرارها بإيقاف كريستيانو رونالدو من اللعب لمباراة واحدة وتغريمه 10,000 ريال. فما رأيكم بفعل كريستيانو؟